اهلا وسهلا بيكم يا دكاتره وفي حلقه جديده، ويلا مع بعض نبدا سلسله المراجعات النهائيه في منهج البيولوجي والجيولوجيا. طبعا يا دكاتره احنا عارفين ان نزل لنا مجموعه من الامتحانات الاسترشاديه للوزاره، ودي امتحانات مهمه جدا 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 جدا. ايوه اسمع مني، لان سنه 25 جه من الاسئله دي امتحان ثانويه عامه. ما تقوليش صعب سهل، انا اقدر اقول لك ان الجيولوجيا بس نصا جت منها، نص امتحان البيولوجي جاي منها. يعني دي اسئله لازم تيجي في امتحانات اخر السنه، فخلي بالك يا صاحبي لو انت بتتفرج على الفيديو ده ايا كان امتى لازم تركز فيه، ان كنت دلوقتي او حتى بعدين، فخلي بالك من الحوار ده. طيب تعال نبدا مع بعض، والنموذج الاول ونبدا في اول سؤال. بيقول لك ايه؟ which one of the following bones has no cavity او depression into which the head of another bone fit. يعني هو بيتكلم على ايه العظمة اللي ما فيهاش تجويف من خلالها راس تركب على عظمة تانية. طيب القلنة احنا كان عندنا فيها كافيتي، الابر بورت كان فيه كافيتي، فدي مش نافعة. طيب السكابيلا عندها برضو نفس الكلام، فاكر الاوتر بورت كان فيه كافيتي اللي هو الجلنويد كافيتي. البلفس نفسه فاكر كان فيه برضو كافيتي اللي هو الاسيتابيولم. يبقى كل ده ايه؟ ما ينفعش. لكن الريديوس ما كانش فيها كافيتي نفسها، خلي بالك الريديوس ما كانتش، هي كانت اتاتشد عادي بالقلنه اللي ماسكه في الهيومرس، لكن ما كانش فيها كافيتي. طب السؤال اللي بعده بيقول لك in the opposite figure represents the elbow joint which structure shown in the figure are characterized by degree of elasticity and the ability to increase in length. يعني في مرونة ومقدرة على الحركة، يعني يطول مع الحركة. طبعا ده أنا هدور على حاجة فيها ligaments، لأن الليجمنتس زي ما أنا عارف هي اللي كان فيها الميزة دي، إن هي كانت تعتبر fibrous connective tissue وفيها certain degree of elasticity فتextend وقت الموفمنت. طب تعال نشوف كده، عشان ندور على ليجمنت يبقى أنا هدور على بون ماسكة في بون، ما هو ده الليجمنت. فتعال نشوف كده مع بعض. 6 ده مصل، خلي بالك 6 ده مصل ماشي. 5 ده تندون لان هو اخر الايه العضله. 2 ده ممكن نقول ساينوفيال فلويد. 1 ده كارتليج. 3 ده بون. بص على 6 عظمه وعظمه، يبقى ده مين؟ ليجامنت. يبقى هي الاجابه دي. يبقى بالنسبه لنا انا اسف 4 يبقى ليجامنت، يبقى هو الاجابه بتاعتي هي دي الليجامنت اللي انا بدور ايه عليها. طيب رقم 3 بيقول لك ايه؟ which of the following is not correct about the total movement. حاجه خاطئه عن الحركه الكليه. الحركه الكليه دي ان انا بتحرك من مكان لمكان، من نقطه لنقطه، ان التوتال بودي موفمنت او from one place to another. فتعال نشوف كده مع بعض. طب انا هتحرك من مكان لمكان، نشوف. طيب it helps the living organism to look for its food. طب ما دي معلومه صح، ان انا ببحث عن الاكل او البحث عن الاكل. طيب it help organism to escape from danger. ايوه ببعد عن مكان الخطر، بتنقل من مكان لمكان. performed by some unicellular organism. ايوه زي الاميبا، زي البكتيريا. خلي بالك الحاجات دي كلها يا دكاتره بتكون خليه واحده بتتحرك من مكان لمكان. طيب performed by all living organism. الجمله دي غلط. هتقول لي ليه؟ هقول لك ده انت لسه بتقول يونيسيل. اقول لك بس البلانت ما عندوش توتال موفمنت، والبلانت يعتبر من الكائنات الحيه، لكن الاميبا والبكتيريا او الاميبا مثلا والبروتوزوا والحاجات دي بتعتبر عندها قدره الحركه بالنسبه لي. عندها فلاجيلا، عندها مثلا سيليا، ايا يكن. طب ان سكيليتال ماسل ذا نيوكلياي ار نورمالي فاوند ايه؟ النواه موجوده فين؟ في العضلات. طبعا هي بتوجد جوه البروتوبلازم او حواليها الساركوبلازم. طب تعال نشوف. in the center of the muscle fiber. مش لازم تكون في المركز لان هي بتبقى مالتي نيوكليتد، احنا عارفين انها بتبقى مالتي نيوكليتد. يعني عارف دي لو كانت مثلا نقول في الكاردياك والميش او الاسموس in the middle of sarcomere
هي ملهاش علاقه اصلا بالساركومير خالص خالص، بمعنى الكلمه ملهاش علاقه بالساركومير اصلا. الساركومير دي البيلدنج ايه يونت بالنسبه لنا، او السمولست كونتراكشن يونت. طب كلوز تو ساركوليما، ساركوليما ده اللي هو مين؟ ده اللي هو السيل ممبرين، اللي هو غلاف غشاء العضله. طب دي كده اركنها على جنب. ممكن adjacent to myosin fiber، يعني لازم تبقى ماسكه قريبه من المايسون؟ لا مالهاش علاقه بالمايسون، مالهاش علاقه بالمايسون خالص، خلي بالك من الحته دي. يعني مش لازم تبقى adjacent to myosin، طب ما عادي ممكن تبقى الماي فايبر عامه، خلي بالك. يعني هي مش لازم، هي ممكن تبقى الماي فايبر بوجه ايه عام، مش لازم تبقى المايسن. يبقى الاجابه الوحيده اللي انا لحد وقتنا هذا ما لقيتش غيرها هي مين؟ الساركوليما. هي قريبه من الساركوليما، لان كده كده هي بتبقى مالتي نيوكليتد، فاحنا لما بنيجي نرسمها مثلا بنرسمها كده اهي، اهو ده كده، اهو ده الساركوليما، وادي النواه بتبقى المنظر ده، فهي مجاوره ليه. هي الفكره في كده اهو. فهمت المنظر ماشي ازاي؟ طبعا ده كده اهو، ده الماي فايبر، ده الماي فايبر اللي عندنا. فالماي فايبر مش لازم يبقى مايسن، هو مايسن واكتين عندي. فهمت الفكره؟ يبقى بالتالي هو ممكن نقول ان هو مجاور للساركوليما عندنا. طب السؤال اللي بعده بيقول لك ايه؟ The diagram illustrates the effect of X and Y hormone on a biological process. From the diagram we conclude that، انا لازم اعرف مين X و Y ده. ان هرمون X ده لما بيقل البيولوجيكال بروسيس بتقل، ولما واي كان بيزيد البيولوجيكال بروسيس ايه؟ بتزيد. يعني خدت بالك من حاجه؟ اكس بيقل يبقى البروسيس بتقل، واي بيزيد البروسيس بتزيد. هتقولي طب ما انا ما فهمتش حاجه، يعني معنى كده ان هم دايركت مع بعض، يعني اكس يزيد بروسيس تزيد، واي يزيد بروسيس تزيد، يعني فتعال نشوف ايه اللي بيحصل. طيب هل هم اكس واي انهبيتور؟ غلط، لان لو كان انهبيتور كان يبقى اكس يزيد البروسيس تقل. طب ده انهبيتور ده اكتيفيتور؟ برضه غلط، هما الاثنين عادي دايركت. طب ده اكتيفيتور ده انهبيتور؟ برضه غلط. انا شايف ان هما الاثنين اكتيفيتورز. هتقول لي اشمعنى؟ هقول لك يا دكتور ما هما دايركت تو ذا فيتال بروسيس، يعني هو لو زاد البروسيس بتزيد، لو هو قل البروسيس بتقل، يبقى هو كده دلوقتي يعتبر ايه؟ منشط، هو بيعليها، او هو لما بيعلي هي بتعلى، اللي هو بتقل. طب تعال نشوف رقم 6. بيقول لك from the diagram which of the following is true about the endocrine gland X and Y. X و Y. X دي خلي بالك هو كده بيتكلم على بالنسبه لنا الانر ميوكوزا ممبرين اللي هي موجوده فين؟ في الاليوم. دي الانر ميوكوزا ممبرين بتاعت سمول انتستين. طيب طبعا هو الناحيه الثانيه مديك جلاند اكس اندوكراين، ده البنكرياس، بس ده عايز مين؟ ده عايز الجزء اللي هو ايه؟ الدكترس، اللي هو الايلتس اوف لانجرهانز. ايلتس اوف لانجرهانز. طب تعال نشوف هو بيقول لك ايه. تعال نقرا اكس واي هرمون افكت اكزوكراين جلاند. اولا خلي بالك من حاجه، اكس هقول لك ماشي ان انت عندك هنا السكريتين والكوليسيستوكونين، ما خلي بالك ده هنا انت هتخرج السكريتين والكوليسيستوكونين، فماشي دول بيشتغلوا على الجهاز الهضمي. لكن الايسوبرانجرهان هيدينا مين؟ هيدينا اتنين تانيين خالص، هيدينا الانسولين والجلوكاجون، ودول بيلعبوا على السكر في الدم فمالهمش علاقه بالجهاز الهضمي. طيب اكس واي بيأفكت اندوكراين جلاندز، برضه غلط، لا مش اندوكراين. طب اكس بيأثر على الليفر وواي بيأثر على الاندوكراين بارت بتاع اكس، غلط تماما طبعا غلط. اولا اكس ما اثرش على الليفر، اكس ده بالنسبه لنا هيأثر على لا هو اكس هيأثر على الليفر لو احنا نقول مثلا انسولين وجلوكاجون عشان حته السكر، لكن واي هيأثر على الاندوكراين بتاع اكس، لا على الاكزوكراين، لانه هيلعب على الايلتس اوف ايه؟ لانجرهانز. فطبعا هي دي سوري هيلعب على مش هيلعب على الايلتس اوف لانجرهان، هيلعب على فكره البنكرياتيك اسايناي. طب تعال نشوف اللي بعده. اكس
هرمون افكت ليفر؟ عشان قصه الجلوكوز ليه او العكس لجلايكوجين. الجلوكوز يبقى جلايكوجين او جلايكوجين يبقى جلوكوز. طب واي افكت ذا اكزوكراين بارت اوف اكس؟ صح برضه. ليه؟ ان هيلعب على مين؟ على زي ما قلت لك البنكرياتيك اسايناي. خلي بالك ايه من الحته دي، يبقى دي الاجابه الصحيحه عندنا. تعال بقى رقم 7 بيقول لك ايه؟ when the urine concentration decrease in abnormal way. خلي بالك بقى من الحته دي، يعني فجاه تركيز البول بقى قليل جدا، فايه اللي هيحصل؟ خلي بالك وين ايه اللي هيحصل؟ يعني هو دلوقتي when the concentration of urine decrease in abnormal way، فبالتالي هو عايز النتيجه. خلي بالك هو كده عايز النتيجه عشان مثلا انت فاهم يعني ايه النتيجه بتاعتها. طيب هو لما البول تركيزه قليل يعني ايه؟ يعني معنى كده الميه كتيره في البول واليوريا قليله تركيزها، يعني ميه كتيره، يعني في فقد كبير جدا من الميه. يعني في كده هنا بالنسبه لي اكسس loss of ايه؟ of water from the body. خلي بالكم من الحته دي، يعني هو كده بقى في فقد ايه؟ كميه كبيره جدا من الميه من الجسم. طب ما معنى كده يبقى انا عايز اعمل ايه؟ عايز امنع خروج الميه دي. يبقى مين هيبدا يظهر؟ الاي دي اتش. يبقى الاي دي اتش هيبدا ايه اللي يحصل له؟ يبدا تدريجيا يزيد، لازم يزيد. يبقى انا اختار اي دي اتش ابتدى ايه اللي يحصل له؟ تركيزه يزيد. ما ينفعش اقول لك تركيزه يقل، لان لو تركيزه قل هيفقد ميه اكتر. والالديستيرون ده بتاع الصوديوم والبوتاسيوم ملوش اي علاقه اصلا، فدول مالهمش اي علاقه تماما. طيب what is the similarity between ايه وجه التشابه ما بين، ركز في الحته دي قوي، الريبرودكشن اوف اميبا under unsuitable condition and the reproduction of plasmodium in red blood ايه cells. يعني هو بيقول لك التشابه ما بين الاميبا تحت ظروف غير مناسبه. خلي بالك لما بتبقى غير مناسبه بتبقى اسمها ايه؟ الريبيتد باينري ايه؟ فيشن. ريبيتد باينري فيشن. خلي بالك من القصه دي قوي، يعني انشطار ثنائي متكرر. طيب اما الريبرودكشن اوف بلازموديوم ان ريد بلاد سيل ده كان الشيزوجني. خلي بالك ايه من الحته دي. فتعال نشوف كده مع بعض، هل كل منهم 2 n؟ اولا الاثنين n، فدي مش نافعه. هل each of cells surrounded by thick coat؟ اولا خلي بالك كان عندي الاميبا هي بس اللي ايه؟ thick coat. خلي بالك من الحته دي. طب هل عدد الديفيجن قبل الليبريشن اوف ذا بروديوسد سيلز؟ يعني عدد الانقسامات قبل التحرر ما عنديش رقم ليها. خلي بالك ما عنديش رقم ليها، لان في الريبيتد باينري فيشن بيتقسم كتير، وفي الشيزوجني بيتقسم كتير جوه البلاد سيل، فما عنديش رقم. طب هل نوع القسمه اللي مستخدمه في التكاثر؟ طبعا الاثنين في الاخر كانوا ميتوزز. خلي بالك الاثنين في الاخر كانوا ميتوزز عند حركه، يبقى دي الاجابه الصحيحه بالنسبه لي. طب رقم 9 بيقول لك ايه؟ The sexual reproduction has a unique characters from which هنا السؤال ده فيه مشكله، يعني السؤال ده فيه خطأ. هو بيقول لك ايه؟ The presence of male and female gametes. يعني هل لازم السكشوال ريبرودكشن يبقى ميل وفيميل جاميتس؟ مش لازم. ليه بقى مش لازم؟ لانه كده كده عند حضرتك ممكن يبقى بالسوماتيك سيل. خلي بالك فيوجن اوف سوماتيك سيل. طب دونت باس ثرو ذا ميتوتيك ديفيجن، يعني هو ما بيعديش على ميتوزس؟ لا بيعدي عادي، ما هو في الجميت انت كنت بتعمل ميتوزس. طب occur in higher plant and animal only؟ برضه لا. طب ما هو السبايروجايرا دي تعتبر بالنسبه لنا بريمتيف، ممكن يحصل عادي some بريمتيف. طيب must pass through meiotic، لازم يمشي بالميوزس؟ لا مش لازم يتنقل بالميوزس خالص، يعني مش لازم يتنقل بالميوزس. ما كونجوجيشن ما كونوش فيه اصلا ايه؟ ميوز، ده كان فيوجن قبل الايه؟ قبل تماما الميوز. فبالتالي في مشكله ان هم المعلومات دي كلها ايه؟ غلط للاسف عندي. فطبعا خلي بالك للاسف السؤال ده كان خطأ، يعني هو فيه غلط زي ما قلت لك، لاني مش هينفع المعلومات دي خالص تمام. طب نخش على السؤال اللي بعده رقم 10 بيقول لك which of the following accurately represents the correct sequence
for the steps of sexual reproduction in a bean plant. نبات الفول. طب النبات الفول ده يعتبر ايه؟ ده flowering plant. ده نبات مزهر. خلي بالك. فتعالى نشوف كده مع بعض واحده واحده. طيب انا عايز الخطوات بتاعه السكشوال برودكشن. طيب هو بيقول لك ايه؟ سيد فورميشن في الاول مش هينفع طبعا، فيرتلايزيشن في الاول مش هينفع، امبريونيك فورميشن طبعا مش هينفع، ما مش منطق. الطبيعي ببدا بالبولونيشن، بنقل الميل جاميت للفيميل جاميت من الانسر ستيجما، بعد كده يحصل الدبل فيرتلايزيشن او الجرمينيشن والدبل فيرتلايزيشن، واخيرا السيد والفروت فورميشن. فطبعا دي اجابه سهله جدا وبسيطه جدا. طيب بيقول لك what is the function of the fruit in the flowering plant؟ يعني ايه فايده الفاكهه او الثمار؟ طبعا زي ما احنا عارفين ان الفاكهه دي بتبقى شايله مين؟ شايله البذره، والبذره اللي جواها بالنسبه لنا الجنين. فتعال نشوف production of food for the plant seed embryo. لا طبعا. يعني هي الفاكهه مصدر الغذاء للبذره اللي جواها؟ لا طبعا مالهاش علاقه، البذره حاجه والايه؟ الفاكهه حاجه. طب formation of ovule and fertilization؟ بالعكس، ده هي الاوفيول بقت السيد، لكن مش العكس، فمالهاش علاقه. يعني الفاكهه ما عملتش اوفيول، خلي بالك. attraction of insect for pollination برضه مالهاش علاقه. فكره ان الحشره تنجذب دي بسبب البيتلز. طب protection of the seed and help to their disperse، الاجابه دي صح. طبعا خلي بالك من الحته ديت، ان احنا بالنسبه لنا احنا بنهلب الديسبيرس بتاعها بقى كمان ايه؟ يعني انا لو عندي مثلا قرد مثلا بتنطط على من شجره لشجره، فهيقطف او هيكولكت الثمره بتاعتنا وهيتنقل من شجره لشجره، فالطبيعي انه هينقل مع البذره عندي. يبقى الاجابه ايه؟ طيب بيقول لك ايه؟ what is the main reason for the scrotum being located outside the body cavity؟ يعني ايه فايده كيس الصفت انه بره الجسم؟ طبعا ده فايدته ايه؟ ان هو بيبعد التستس تماما، الخصيه بتاعتي، عن حراره الجسم، فبتقل الحراره درجتين. فتعال نقرا facilitate the sperm exit from the body، طبعا مالهاش علاقه، غلط. طب increase secretion of interstitial cells، برضه مالهاش علاقه بالحراره اصلا، interstitial cells بتشتغل تطلع التستوستيرون بتاعها عادي. increase the activity of epididymis، اولا دي بتعمل ستور، برضه مالهاش اي علاقه. طب increase the activity of seminiferous tubule، صح. ليه؟ لان هو هيساعدك في البرودكشن اوف ايه؟ اوف سبيرمز، هيساعدك في انتاجيه الايه؟ السبيرمز بالنسبه لي. طيب السؤال بعد 13 بيقول لك ايه؟ to separate sperm containing the X chromosome، يعني انا عايز افصل السبرم اللي هو شايل مين؟ شايل اكس، وده الهاير in molecular ايه؟ weight from containing Y chromosome. Centrifugation is used. The denser sperm will be in the lower layer while the less dense sperm will be in the upper layer. طبعا التقيل تحت والخفيف ايه؟ فوق. Study the figure and answer which of the following layers، اي طبعا من دول can be used to produce only male with high rate. خلي بالك الميل الذكر ده بيبقى حامل ايه؟ حامل الاكس والواي. طب الاكس والواي دي جت منين؟ والله الاكس جاي من الفيميل، الاكس دي جايه من الفيميل. طب الواي جاي من الميل. حلو، يبقى انا عايز الواي، وهو قال لك فوق ان الواي، بص الحته دي اهي اهو، الاكس اتقل من مين؟ من الواي. شفت قال لك الاكس اتقل من الواي، بس خلاص يبقى الواي خفيف، يبقى انا عايزه فوق، يبقى ده الواي، يبقى كي هو الواي. ليه بقى؟ عشان ده اللايتر الاخف، هي دي الفكره. لكن ال والام مش هينفعوا لان هم يبقوا اتقل، فيبقى تحت عندي. طيب السؤال اللي بعده in a structural and biochemical immunity، في الاستراكشر بايو ايه؟ كيميكال. خلي بالك هو مكرر كده 2. plant produce substance that limits the reproduction and the growth of bacteria which are in order A. يعني هو بيتكلم عن حاجه في الاستراكشر هتقلل من انتشار او تكاثر البكتيريا وجروس عندي، فهو عايز حاجتين. خلي بالك عايز البلانت بروديوس سبستنس بتليمت، بتقلل الريبرودكشن والجروس. طيب واحده واحده كده بالراحه. السيلوز ما عنديش معلومه بتقول انه بيقلل، خلي بالك. وحاجه تانية اهم بقى، كلمه ديتوكسفاينج انزيمز دي مش منطقيه. ليه بقى مش منطقيه؟ لان الديتوكسفاينج انزيمز بتلعب على التوكسيك سبستنس، مش بتلعب على الجروس اوف بكتيريا. طيب ريسبتور خلي بالك وسوبرين،
بيقول لك انت ستراكشر بايو ايه كيميكال، البلانت هتنتج ماده هتقلل الانتشار التكاثر والنمو. طيب الريسبتور عندك دي بالنسبه لنا كل دورها بتريكوجنايز، خلي بالك بتتعرف على الباثوجين فبرضه مش منطقيه. طيب ريسبتور وسيلوز، اولا ريسبتور وسيلوز دي مقلوبه خالص، ليه بقى؟ لانه عايز حاجه ستراكشر ثم بايوكيميكال، فدي مش نافعه. طيب كيوتين وفينول فيهم حاجه حلوه، اقول لك ليه. الكيوتين اول حاجه ستراكشرال، وفي نقطه تانية مهمه جدا ان هو دايما ايه؟ بيمنع الميه تتجمع، فبالتالي مفيش ميه فبينهبت الجروث او الجيرمينيشن اوف ايه؟ اوف سبور، وبينهبت الجروث اوف بكتيريا. ماشي؟ طب دي اول حاجه. طيب حاجه تانية، الفينول والجلوكوزايد ده يعتبر بايوكيميكال، وده انتي ميكروبيال كيميكال. ايوه، وانت عارف ان الانتي ميكروبيال كيميكال بيكل وانهبت الايه؟ البكتيريا. يبقى هي دي الاجابه الصحيحه عند حضرتك. فهمت؟ طيب 15 which of the following not a component، حاجه مش مكون للاميون سيستم، حاجه مش تبع الاميون سيستم. طب تعال نشوف. تونسل اميون سيستم لان هو تبع الليمف نودز، سوري الليمفويد اورجن. وايت بلاد سيلز، طب ما ده جزء، يعني ده كده كده جزء من المناعه بوجه عام، الثيرد لاين. السبلين نفس الكلام. اما الريد بلاد سيلز لا طبعا ده جزء من السيركيلاتوري سيستم، لكن مش من طبعا الاميون سيستم عندنا. 16 the opposite figure represent a typical antibody which of the following is constant in the shape and structure in all antibody. يبقى انا كده بتكلم عن حاجه السي الكونستانت ريجون. الكونستانت ريجون دي اللي تحت، اللي هي طبعا بالنسبه لنا الان عندي. ليه بقى؟ لان كده ده الفاريبل، ده الجزء المتغير. ال والام، واحد هيبقى شورت تشين، واحد هيبقى لونج تشين، لكن ده بقى مين؟ ايوه هو ده الكونستانت ريجون، الجزء الثابت. فده الجزء الثابت اللي في كل انتي بوديز اللي من خلاله بيرتبط بالحاجات النون سبيسيفيك زي الفاجوسايتس والكومبلمنتس. طيب what is the difference between the innate and the adaptive immune response؟ يعني ايه الفرق ما بين الانيت والادابتيف؟ خلي بالك الانيت ناتشرال نون سبيسيفيك والادابتيف الاكوايرد. فتعال نقرا. The adaptive immune system is more rapid، من غير ما اكمل ده بيكون اصلا slower لان هو بياخد وقت على ما يشتغل. The adaptive produce a longer lasting defense than the innate. صح، لان هو بينتج الميموري بي والميموري تي سيل، فهو دايما بيكون ايه؟ بياخد وقت اطول. طبعا بيبقى عند حضرتك وجود الميموري بي والميموري تي، فانت مفيش حاجه اسمها ان انت ترجع لنقطه الصفر عكس الانيت، انت بترجع للصفر تاني. يعني هي بتعلى تعلى تعلى وترجع تقل تاني، تعلى تعلى وترجع تقل تاني. لكن طبعا الادابتيف بياخد وقت طويل، بيقعد سنين وسنين موجود عندك. طب الانيت بيدينا مور سبيسيفيك، غلط، ده بيكون نون سبيسيفيك، فدي مش نافعه. طيب هل الانيت بروديوس ميموري؟ طبعا برضو غلط، هو ما بيديش ميموري اصلا. طيب 18 what is the importance of the presence of a complementary sequence of the nitrogenous bases in the two strand of DNA؟ يعني عايز يعرف ايه الاهميه في وجود complementary sequence of bases in the two DNA strand. يعني فكره ان انت يبقى عندك two strands وكل strand او single strand DNA بيكملوا single strand تاني DNA. طب ما دي ميزه. فاكر كنت بقول لك انا ونرمين اتنين متجوزين، فكرتهم ايه يا دكاتره؟ ان الاتنين بيحموا ايه؟ بعض، لو واحد باظ التاني يصلحه، لان كل واحد كومبلمنتري للتاني بسبب اللايجيز طبعا، او شركه، فاكر شركه اللايجيز المحدوده اللي بتعمل ريبير ايوه للدامجد نيوكليوتايد. فتعال نشوف it allows the two ends of the molecule to join with each other. مش دي الميزه اصلا، فكره ان هي تخلي النهايات تمسك في بعض ملهاش اي ميزه خالص، مش تفرق نهايات، هو كده البيزز بتمسك في بعض باستمرار بالهيدروجين بوند. طب it allow each strand to act as a template for the construction of a new strand. صح، ان كل واحد يعتبر ايه؟ تمبلت للتاني.
يعني 5 3 هيعمل 3 5 و3 5 هيعمل 5 3. طب it gives the sugar phosphate backbone their anti-parallel orientation. يعني هو فكره ان انت يكون عندك اتنين كومبلمنتري فاداك اتجاهين عكس بعض، لا مالهاش علاقه. ليه بقى؟ لان فكره الانتي بارل فكرتها مربوطه بالبيزز الهيدروجين بوند، عشان البوزيتيف يقابل النيجاتيف والنيجاتيف يقابل البوزيتيف، فدي مالهاش علاقه، دي لها علاقه بالاورينتيشن بتاع النيتروجين سبيس. ات انكريز دايفرستي، لا طبعا دي بتعمل ستيبل، بتثبت الماده الوراثيه عندنا، ده المفروض. ذا لاجنج ستراند، لاجنج ده اللي فاكر، اللاجنج ده بتاع الاوكازاكي فراجمنت اللي هو اللي بيتاخر. كاركترايز فروم ذا ليدنج ستراند، الليدنج ستراند اللي بتاخد مره واحده. فاكر القصه ان انت دايما بتبدا من كام؟ اي بيلدينج اي نيو ستراند من كام؟ من 5 ل 3. فانت الستمبل بتاعك من 3 ل 5. لو 3 بره يبدا يخش جوه، فكانت دايما عندك من 3 ل 5 ده الليدنج. مشكلتك ان اللاجنج كان من 5 ل 3 العكس، فاضطر يخليه يلف ويقلب نفسه. فبيقول لك طبعا اهو باي ذا بريزن اوف اوكازاكي فراجمنت وات از ذا ريزون فور فورميشن اوف اوكازاكي فراجمنت. ما انت عندك مشكله ان البوليمريز بتاعك بيشتغل دايما من 5 ل 3، فالتمبل بتاعه من 3 ل 5، فيستنى انت تفك جوه وهو يلف يركب لبره عندي. تعال نشوف. because the polymerase enzyme only act من 3 ل 5 on the new strand غلط، هو من 5 ل 3 في نيو ستراند، ده من 5 ل 3. طيب polymerase enzyme cannot start synthesis a new strand without a primer. ماشي يعني، بس انا همشي معاك واحده واحده. هو ايه علاقته؟ ما هو الاثنين ليدنج وايه ولاجنج، فالجمله دي برضو ايه غلط. يعني خلي بالك كده كده الاوكزاكي فراجمنت موجود فيهم هما الاثنين، سوري انا اسف، الاوكزاكي فراجمنت موجود واللاجنج والليدنج موجودين. فانت ما فتنيش بحاجه عشان بس ما انت ايه راجل فاهم معايا الحته دي، فخلي بالك من النقطه دي. طب because the two temple strands are anti-parallel عكس بعض، because the helicase enzyme separates the two strands in one ايه direction only. طبعا الجمله اللي تحت دي مالهاش علاقه، هي دي اللي ايه عند حضرتك الاجابه الصحيحه، ان احنا عندنا زي ما انت شايف كده دي غلط، ان هما الاثنين عكس ايه عكس بعض، هو دي الفكره. فانا كونهم عكس بعض فللاسف انا عندي 1 5 3 1 3 5، فانا عندي مشكله معاهم هما الاثنين، عندي انتي بارallel تو ايتش اذر. فخلي بالك من الحته دي. فطبعا هو ده المنظر. فهو ليه حصل اوكازاكي فراجمنت؟ عشان انا ماشي العكس، هي دي الفكره، انا ماشي عكس الايه الطبيعي. فهو ده اللي بيقول اهو ذا لاجنج كاركترايز فروم ذا ليدنج باي ذا بريزنس اوف اوكازاكي، لان اللاجنج ماشي عكس الليدنج، بس خلاص هي دي الفكره ايه بتاعته عند حضرتك. طيب نكمل كلامنا. What is the importance of the presence of a nuclear membrane around the DNA in eukaryote؟ يعني ايه ميزه الغلاف النووي حوالين الماده الوراثيه؟ طب ما هو بيفصلها بيحميها، بالنسبه لنا بيبعد تماما اي حاجه في السيتوبلازم عن النيوكليس. فمثلا بيحصل عمليه الترانسكريبشن في النواه، وبره النواه بيحصل عمليه الترانسليشن. فتعال نقرا. طيب enhances the complexity of DNA by building it histone protein. هو الهستون مش الغلاف النووي هو اللي عمله، خلي بالك الهستون بروتين ده معمول جوه النواه. طب it allows the random increase in number of chromosomes. مفيش حاجه اسمها راندوم، يعني انت عندك 46 كروموسوم ده رقم ثابت، مفيش حاجه اسمها ان هو ايه راندوم. طيب it facilitates the gene transfer to neighboring cell. مفيش حاجه اسمها ان الجينات تتنقل، ده مفيش غير حاله واحده بس، الميتوزز، لما الخلايا تقسم الاثنين او الميوزز. طب protects the genetic material making transcription precise. ايوه، ان هو فصل الوظائف الحيويه اللي جوه النواه بعيدا عن اي وظيفه خارجيه في السيتوبلازم. طبعا الاجابه دي صح، لان هو ترانسكريبشن طبعا ان دي ان ايه يطلع منه، فاكر ميرنا الار ان ايه بالنسبه لنا، او نسخ بالنسبه لنا. طيب 21 بيقول لك ايه؟ From the opposite diagram which of the following statement is correct about the protein labeled A and B؟ يعني هو بيتكلم على بروتين A و B. طب هو ايه ده يعتبر الفيرال كود، ماشي، وبي ده اللي هو الانتي بودي. طيب فتعال نشوف كده مع بعض. بيقول لك ايه؟ هل بوث ريجولاتوري بروتين؟ اولا هم مش ريجولاتوري، يعني الانتي بودي ده ريجولاتوري ليه؟ ليه وظيفه.
لكن الفيرال كود ده ستراكشر، ده بيبني الايه؟ بيبني الفيروس. طيب بوست ستراكشر غلط. طب ايه يعتبر ستراكشر وبي ريجوليتد؟ الاجابه دي طبعا هي الصحيحه بالنسبه لي. طب 22 if we assume that the cell lose the ability to produce uracil. خلي بالك الخليه فقدت انها تعمل ايه؟ يوراسيل. خلي بالك اليوراسيل ده بتاع مين؟ بتاع الار ان ايه. but still can produce thiamine normally. what is the biological process will be directly affected؟ طبعا انتاجيه البروتين. خلي بالك من الحته دي. او بالنسبه لنا فكره الترانسكريبشن، لان انت دلوقتي كان عندك دي ان ايه، حضرتك لو عمل دي ان ايه تاني ده اسمه ريبليكيشن اللي هو الاستنساخ. طب عمل ار ان ايه او ميرنا هيبقى ده اسمه ترانسكريبشن. عملنا بروتين ده اسمه ترانسليشن. طيب فانا دلوقتي عندي لما اجي ابص معاك، ركز معايا ان فكره ان ميرنا هنا بالنسبه لنا دي محتاجه حرف اليو، لكن ده انا محتاجه حرف التي. فهو دلوقتي كده يبقى ايه؟ يبقى الريبليكيشن ما فيهوش مشكله مع مين؟ مع الترانسكريبشن. ده رقم واحد. طبعا ممكن اقول الترانسليشن برضه هيتاثر، بس هو عايز ايه؟ دايركتلي. رقم واحد هيبقى تخليق ميرنا عندي. طبعا الريبليكيشن مش هيتاثر، وايه؟ ريبير مفيش حاجه اسمها ريبير اصلا. طيب what is the most important factor for successful ligation يعني التصاق of a gene to a plasmid after cutting process in the recombined DNA production experiment. يعني هو دلوقتي ايه العنصر اللي هيؤدي الى نجاح الصاق الجين في البلازميد بعد ما تقطع بالريكومباين دي ان ايه؟ طبعا مثلا الاستيكينز، ان الاستيكينز يكملوا بعض، يعني السيكونس يبقى كومبلمنتري لبعض. هي دي الفكره، يعني ما ينفعش يبقى الاثنين سيكونس مختلفين ولا يبقى بلانت. خلي بالك هي دي الايه الفكره كلها. فتعال نشوف بلازميد لينس مش هتفرق الطول. ريستريكشن زم اكتيفيتي هو هيتكلم عن اللايجيز. اللايجيز هو اللي يهم لان هو المسؤول عن الايه؟ اللايجيشن مش القط. كومبلمنتيشن اهي اوف ستيكينز، طبعا التكامل ما بينهم. يعني هنا ايه يبقى هنا تي، هنا جي مثلا يبقى هنا سي، وهكذا. هنا ايه مثلا يبقى هنا تي، وهكذا. كومبلمنتيشن عندي. طب التايب اوف بكتيريا يوز مش هتفرق في حاجه، هو البكتيريا مالهاش علاقه اصلا. طب احنا هنسيبنا طبعا زي ما قلت لك من الجيولوجيا خالص. الفيديوهات دي احنا مجمعين البيولوجي بس لوحده. ليه؟ عشان لو انت راجل بتاخد جيولوجيا بالعربي ليها فيديو مخصوص تقدر تتابعنا فيه. لو انت انجلش او لو عربي تقدر تتابع طبعا مدرس الجيولوجيا بالعربي. فخلينا نكمل بيولوجي وننقل على السؤال ابو درجتين. طب بيقول لك ايه؟ the body position changed automatically when losing balance depending on ايه؟ يعني انا واحد دلوقتي كنت وانا بتحرك مثلا ملت فهقع، فبسرعه جسمي هيعدل نفسه، هيستعدل نفسه. طب ده بمساعده مين؟ طب هل هو ريفلكس اكشن اند اكسبانشن اوف ليجمنتس؟ لا. طب ريفلكس ماشي، لكن اكسبانشن اوف ليجمنت لا، هي ليها علاقه بالمصل. عضلات جسمك هي اللي عدلت نفسها. طب سكيليتال ماسكولار ريفلكس اكشن ولا يعني هو عباره عن سكيليتال ماسكولار ريفلكس اكشن، يعني هو عضلاتي هي اللي اتحركت من نفسها، ولا ماسكولار سكيليتال ريفلكس اكشن، ولا نيرفس ماسكولار ريفلكس اكشن؟ هي دي طبعا. هو عصب يا دكتور. مفيش حاجه اسمها ان العضله الهيكليه هي اللي عملت ريفلكس اكشن. هو الفكره ايه؟ ان في نيرفس كونكشن هو اللي سمح بان انت تعدل نفسك. فهو لازم يكون نيرفس، ده رقم واحد، ثم ماسكولار عندنا ريفلكس اكشن. نفس الكلام برضو بي مش نافعه عندي. هي الفكره في كده، انا عايز حاجه نيرفس ومعاها ماسكولار اكشن، محتاج الاثنين دول ايه مع بعض. 34 which of the following cases delay in mental and sexual development؟ خلي بالك حاجه هتاخر المنتال والايه والسكشوال. طيب اكسس ثايروكسين ان ادلت ده بيعمل هايبر ثايروتيزم، فده مش منطق، ده ملوش علاقه بالايه ماتيوريشن. تي اس اتش عالي في التشايلدهود، طب ما ده برضو هيعلي الثايروكسين. طب ديكريس ثايروكسين ان ادلت
طب ما ده يعمل مايكزيديما. ديكريس تي اتش اتش ان بقى كده، هو الثيروكسين في جسمي هيبدا يقل في الطفل، فيحصل لي سيمبل جويتر. والسيمبل جويتر في الاطفال هيعمل حاجه اسمها ايه يا دكاتره؟ ايوه، هيعمل حاجه اسمها كريتينيزم. خلي بالك من الحته دي. 35 اماتيور بولينج جرين كونتيني، خلي بالك بيقول لك ماتيور، عليها غلاف سكوت، جواها نواتين اللي هو الجينيريتيف والتيوب نيوكليس. تعالى نقرا. طبعا هيبقى جواها نواتين اللي هم الجينيريتيف والايه؟ والتيوب نيوكليس عند حضرتك. طيب 36 بيقول لك which of the following characterize all monocotyledon seed from dicotyledon، حاجه بتميز المونو عن الداي. هو المونو فيها بالنسبه لنا مكان واحد، صح كده؟ ده المونوكوتيليدون هو مكان واحد. هي دي الفكره بتاعتها. او يعني بيميزها ان فيها زي ما احنا اتفقنا اللي يعتبر الاندوسبرم موجود. اما الدايكوتيليدون فممكن يكون فيها اندوسبرم او ما فيهاش اندوسبرم. تعال نقرا. The ovule will harden to form the ايه؟ تيست. بس دي مش علاقه المونوكوتيليدون، بالعكس ده المونوكوتيليدون في منهم بيبقى ايه؟ جرين. دي حاجه تميز الدايكوت. طيب has one cotyledon that store most endosperm. الاجابه دي صح. ان دايما المونوكوتيليدون ما بيبقاش عنده احتياج انه يخزن اكل كتير. خد الفكره بقى. هو فلقه واحده مكان واحد بيخزن فيه الاكل اندوسبرم. لكن الدايكوتيليدون ممكن يبقى فيه اندوسبرم وعليه زياده، او توكوتيليدون بيبقى الاندوسبرم خلص ويحط اكل تاني زياده. طب الاوفر وول سويل اند فورم فروت، دي مالهاش اي علاقه بالمونو والداي، الاثنين فيهم كده. انتجمنت اوف اوفيل فيوز وذ ذا اوفري وول. طب ما هي دي الجرين، بس مش كل المونوكوتيليدون بيعملوا كده. خلي بالك ما هو في حاجات سيدز عادي بذور، فدي مالهاش علاقه عندي. طيب السؤال اللي بعده the second meiosis occur during egg formation only when ايه؟ استنى. السكند meiosis ده بيحصل امتى؟ وقت السبرم ايه؟ بنتريشن، قبل الفرتلايزيشن على طول. فتعال نقرا. fertilization occur by sperm، لا fertilization يعني fusion of nuclei، فدي مش هتنفع. طيب لان دي بعد سكاميوس. طب sperm succeeded in penetrating the ايه؟ the ovum. طبعا هي المفروض دي ovum، دي اجابه صحيحه. egg released from ovary بتبقى secondary oocyte، مفيش حاجه مميزه فيها. طب ovulation phase in the menstrual cycle begin، طب ما ده اليوم 15 او من ال 14 15. طب ايه اللي هيفرق معايا؟ ممكن ما يكونش فيه سبرم اصلا. طب تعال نشوف 38. in the opposite figure the cell number 1 may be ايه؟ بص نمبر 1 دي ممكن تبقى ايه؟ هو بص عامل لك ايه؟ ان واحد دي ابتلعت حاجه بعد كده طلعت ايه؟ على سطحها حاجات بارزه، بعد كده جات لها اتيهات، بعد كده التي مسكت في البي، خلت البي عملت الانتي بودي. واخد بالك من حاجه؟ طب ما دي قصه مين؟ ده قصه الهيومرال اميونيتي. هتقولي اشمعنى؟ يا باشا عشان هو مديك في الاخر ايه؟ بلازما بي. انه عمل انتي بودي اهو. فده ايه؟ ده الميموري بي، وده البلازما بي. وهنا طبعا هنا بيحصل اكتيفيشن، او دي الاكتيفيتي تي اتش. فده مين؟ ده الاي بي سي مع التي هيلبر، وده الاي بي سي. يبقى دي كانت مين؟ الماكروفاج. وطبعا هي باينه اصلا من الاول لان هو عامل لك صوره بلعوميه، يعني مش محتاجه فقاقه اصلا في اي حاجه، هي لوحدها باينه اصلا، بس انا قلت افهمك الرسمه. 39 which of the following lymphoid organ play a main role in maturation of acquired immunity cell. خلي بالك maturation لمين؟ الاكوايرد. اكوايرد دي يا باشا اللي هم مين؟ اللي هم المناعه اللي فيري سبيسيفيك زي البي والتي. تعال نشوف تونسل وبير باتشز وسبلين، كل ده سكندري ليمفويد اورجان بيعملوا ستور. لكن مسؤول عن ماتيوريشن سايمس جلاند لانه عمل ماتيوريشن وديفرنشيشن لمين؟ التي اتش والتي سي والتي اس. هي دي الاجابه الصح.
طب what property protect the DNA terminal in prokaryotes؟ يعني احنا اطراف الدي ان ايه ده بنحميها ازاي يا باشا؟ ان هم فاكر زيرو ان الانس ماسكه ايه في بعض، مفيش ولا طرف 5 ولا طرف 3، لان هم بيكونوا ايه ماسكين ايه في بعض، مفيش فري فوسفيت ولا فري هيدروكسيل عندي. طب كونتين تولوميرز؟ لا، اولا التولومير دي او الساتلايت دي ده موجود في الكروموسوم، ده حقيقي، ده بيحافظ على شكل الكروموسوم، ده في الايوكاريوت مش في البروكاريوت. طيب لما اجي اتكلم معاك ذا تو اند جين توجذر، الاجابه دي صحيحه. كومبلكس باي هيستون، مفيش حاجه اسمها كده، ده الايوكاريوت برضو. طب ات كونتين بروموتر ات ذا بيجيننج اوف اتش جين، دي مالهاش علاقه خالص، اي جين قبله بروموتر مالهاش اي علاقه تماما، فاهم؟ فدي مالهاش اي علاقه اصلا. طب 41 a person exposed to X-ray for a long time and some of his body cells begin to divide abnormally، يعني بقى كأنه في كانسر. Which of the following statement is correct about the effect of these three؟ طب it activates cell division ولا affect the protein of nucleic acid duplication ولا cause gene mutation ولا cause duplication of genetic material in the cell؟ طب بالراحه كده واحده واحده، هو عايز ايه الجمله الصح عن تاثيرها؟ هو قال لك بعض خلايا جسمه بقت بتتقسم ايه عند حضرتك abnormally، فانا ما اقدرش اقول لك ان انا اكتيفيت سيل ديفيجن، هو كده كده كان في سيل ديفيجن، بس السيل ديفيجن ده حاجه نورمال، انت خليتها بقت ايه؟ بقت abnormal. طيب affect the protein of nucleic acid duplication، ملهاش اي علاقه، يعني هو قصده مثلا زي الهستون والحاجات دي ملهاش اي علاقه. اللعبه ايه؟ مشكله في الديفيجن عندي. طب كوز جين ميوتيشن، صح، خلل جيني، فبالتالي ابتدى يحصل لخبطه. طب دوبليكيشن اوف ذا جينيتك ماتيريال ان ذا سيل، يعني هو خلى ان ال 46 مثلا كروموسوم مثلا او ال 2 ان بقى 4 ان، مفيش الكلام ده عندنا، الكلام ده ما بيحصلش عندنا، خلي بالك الحاجات دي ما تنفعش، فطبعا الكلام ده مش منطقي، يبقى الاجابه الوحيده هي فعلا جين ايه؟ ميوتيشن بالنسبه لي. What is the characteristics of the transfer RNA؟ التي ار ان اي، فاكر؟ التي ار ان اي ده بتاع مين؟ بتاع التليفري اللي بينقل مين؟ الامينو اسيد ويحطه في المكان السليم، ده القارئ. كاري انتي كودون فور سيفرال تايب اوف امينو اسيد، اولا خلي بالك من حاجه، هو ما ينفعش يبقى شايل كذا انتي كودون لكذا امينو اسيد، هو انتي كودون واحد بامينو اسيد واحد، فالجمله دي ايه؟ غلط، لان هو لازم بيشيلوا امينو اسيد واحد بس. طب degrades immediately after transferring the amino acid to ribosome، يعني بيتكسر؟ لا يا باشا، بيرجع تاني ويشيل من اول وجديد في السيتوبلازم، بيعيد استخدامه. transfer the same amino acid to ribosome several times، طب ما دي اجابه صح، طالما نفس الانتي كودون يبقى نفس الامينو اسيد شايله رايح ايه؟ رايح جاي، فدي هي دي الاجابه الصح. طيب complicated with the protein after transcription to maintain a specific structure، يعني هو معقد بالبروتينات بعد النسخ؟ لا طبعا، هو ما فيهوش اي حاجه، هو بيبقى ترنا بس عادي جدا، وفي دبل هيدروجين ايه بوند وسنجل هيدروجين بوند وعادي جدا، فمفيش الكلام ده عندي. طيب تعالى ننقل بقى على المقالي، ده اخر حاجه كده عندنا في الامتحان. بيقول لك ايه؟ A pollen grain pass through two mitosis cell division in two different places. Determine these places and the importance of each. طبعا ان البولين جرين عندنا لو احنا اتفقنا هنلاقي اول ميتوز كانت فين؟ في الانثر بتاع الاستيمن، وده اتقسم لنواتين، واحده جنريتيف وواحده تيوب. طبعا الجنريتيف اللي بعد كده هتدينا التومل نيوكلياي، والتيوب نيوكليس اللي بتعمل البولين تيوب. اما السكند مايوزس فده اللي حصل في الكاربل، وده ادانا التومن نيوكلياي عشان يعملوا دبل فيرتلايزيشن، وتقول بقى واحده مع واحده تدينا زايجوت، واحده مع واحده او واحده مع اتنين تدينا نقول الاندوسبرميك نيوكليوي. طيب السؤال اللي بعده illustrate the importance of reduction number of the resulting cell منين؟ من الميوزيس ديفيجن during ovule formation. يعني احنا كان عندنا 4 تحت بعض، 3 ضاي واحده ليف، فايه الفكره؟ عشان الواحده دي تكبر وتبقى ميجا سبور وتكبر وتخزن اكل وتبقى امبريونيك ساك عند حضرتك. طب السؤال اللي بعده بيقول لك if you know that the codon of valine amino acid are اهو GUA GUG GUC GUU، فعاوز يعرف كالاتي: ايه اللي يحصل لثالث نيتروجين سبيس، او why the third nitrogen space is the least effective one؟
يعني انت لو جيت بصيت كده، لو انا شلت الاي وحطيت جي او حطيت سي او حطيت يو مش هتأثر. طبعا. ليه مش هتأثر؟ لان دايما انت عندك اخر واحده دي لو اتبدلت بجي هتفضل هي فالين، لو اتبدلت بسي هتفضل هي فالين، ولو اتبدلت بيو برضه هتفضل هي فالين. بس خلاص اهو. يعني بيقول لك ايه؟ as it changing the third nitrogen base بجي او يو او سي، كده كده هتدينا نفس الامينو اسيد اللي هو الفالين، فانا ما حصلش اي حاجه. طب السؤال ايه اهميتها على الكائنات الحيه؟ ان مفيش ميوتيشن او ميني كودونز اوف ذا سيم امينو اسيد، فبالتالي بيقلل حدوث الطفرات. وبكده يا صاحبي بنكون انهينا مع بعض الاسترشادي الاول. ما تنساش تشترك في القناه، فعل الجرس، اعمل شير الفيديو وفيد اصحابك، وانتظرنا في الفيديو الاسترشادي التاني على خير. ربنا معاكم واشوفكم على خير يا حبايبي، ويا رب يا رب تبقى ان شاء الله سنه سعيده وتختم بخير، ونشوفكم ان شاء الله اوائل جمهوريه ودكاتره مستقبل. بحبكم. كان معاكم دكتور مينا حامد.